تلاقي العيان اول ما يجي لي يكشف عندي يقول لي دكتور انا بعد ما عرفت ان عندي سرطان انا بطلت اكل سكر، بطلت اكل لحمه، بطلت اكل حاجات محمره وكله مسلوق ومشوي. الكلام ده مش صح، بس عايزين نعرف من ناحيه العلم بقى، من ناحيه النيوتريشن اللي هم ده علم على فكره، ده علم مهم جدا. احنا كدكاتره ساعات بنتناساه وبنركز فيه، انا متاسف ان انا اقول كده، بس من وجهه نظرك انت الكلام ده فعلا صح ولا دي خرافات ولا ايه العلم ورا الكلام ده؟ احنا في حاجات فعلا من اللي حضرتك بتقولها احنا المفروض نبعد عنها. في حاجات متصنفه اكوردنج للاي ار، الوكاله الامريكيه لابحاث السرطان، مصنفه طبعا ان في حاجات فوربيدن خالص المفروض ان احنا ما نجيش جنبها، اللي هي اصلا تعتبر مسرطنه والمفروض ان احنا نبتعد عنها، زي اللحوم المصنعه، زي اللانشون، زي السوسيس، الحاجات ديت ده المفروض ان احنا نبعد عنه تماما. في حاجات بتتصنف المرحله الثانيه ودي اللي عليها كلام شويه وديبيتس، اللي هو المفروض الناس تاكلها ولا ما تاكلهاش، تمنعها خالص ولا تاكل منها كتير. ايه الاخطاء الشائعه؟ اللحوم الحمراء مثلا، اللحوم الحمراء ناس خايفه تاكل لحوم حمراء، هو ده مش صح تماما 100%. هي الفكره في كميتها او كثره اللحوم الحمراء. يعني احنا المفروض ان احنا ندي اللحوم الحمراء دي 2 ل 3 مرات في الاسبوع بمعدل 300 مثلا جرام في الاسبوع كله لحوم حمراء، نوزعها بقى بشكل ما، والباقي هيبقى لحوم بيضة اكتر. الحاجات برضو اللي عليها كلام السكر، طبعا السكر ايه، مسرطن ولا مش مسرطن، بس يجيب السكر سرطان. عامه غلط، يعني السكر المصنع الابيض ده عامه غلط بالظبط، هو لكن مش مسبب لسرطان. هو مش مسبب لسرطان.